حاج عماد، حاج بكفي. لك ابنك كان فائد لحضن امه، وانا قد ما عملت ما بقدر اكون اب وام. بدي اشوفه عماد، بدي اشوفه. صح، طبيا ممنوع. عماد، عماد. تفضل. صباح الخير. صباح النور. اهلا دكتورة لنا. شو خليتها تشوف ابنها؟ مو هذا كان طلبك من البداية يا دكتورة؟ صح كان طلبي، بس حضرتك كنت رافض. شو يلي خلاك تغير رأيك؟ يعني كان بيرضيكي كطبيبة انه يضل الوضع مثل ما هو؟ ما بعرف، صدقني ما بعرف، وبهي اللحظات مضطرة أسألك السؤال، ويمكن أحرجك وأحرج حالي أكثر. بلاها. لا أنا اسأليني، احكي اللي بقلبك. عماد، أنا شو مصيري بحياتك؟ لأنا أنت ملاقية الوقت مناسب لنحكي بهيك قصة؟ بعدين ليش عم تخلطي المواضيع ببعضها؟ لأنه بدي أفهم أسبابك وأسباب صحوة ضميرك، ولا عاطفتك ومشاعرك اللي صحيت فجأة تجاه مرتك. اهدي إذا بتريدي، اهدي وروقي. أنا ما بدي أتأخر على جولة المرضى، بعد إذنك. لك عماد، شو جابك؟ لك شو هي شو جابك؟ جاي اطمن عليك ووقف معك بهي المحنة. لك يا شاهر أنا ماني عدبان عليك، لك أنا بعدني مرته، لك أنا على ذمته لساتني. حتى لو كنتي على ذمته عادي، أنا رفيقك بالشغل زميلك، ما بدك كل هالقد يعني لا تصعبيها. شاهر حبيبتي بترجاكي اهدي وطولي بالك، ما في شيء مستاهل لحالك. عماد، أنت نسيانة حالك إنك متجوزة يا محترمة؟ نسيانة حالك مين بتكوني وقاعدة عم بتراهقي مع الوسخة ومنقلع لبراه؟ عماد بلا فضايح. لحظة يا دكتور، لحظة، أنا بنصحك لا تتصرف تصرف سيء تندم عليه بعدين، فهمت؟ لك أنا بدي أندم، ولك أنا إذا هلا فوتك على غرفة الإنعاش وما بتطلع منها ما حدا بيلومني. هذا مديري بالشغل صديق وجاي يطمن. إيه مثل ما عم تقول لك المدام، بعدين شبك جنيت شبك، أنت دكتور وفهمان ومثقف، حضرتك لازم يكون عندك استيعاب للعلاقات الاجتماعية أكثر من هيك. وطي صوتك وتذكر إنك بمشفى دكتور عماد، الاستشارة الطبية اللي طلبناها لآدم وصلت هلا. دكتور عماد لو سمحت تفضل. شو عليكي يا عشوم؟ بدك تقنعيني إنه لساته ما بيحبك؟ لك لا ما بيحبني، عماد بيحب الدكتورة، بعدين أنا بضل مرته، لك أنا شرفه وكرامته، لك أنا لساتني على ذمته. شو هالحكي؟ وليش ما اتطلقتي؟ ليش ما نزلتي رفعتي دعوى طلاق؟ كنتي نازلة ترفعي دعوى وفجأة غيرتي رأيك، ليش يا مدام؟ ولك شو ليش مو ليش؟ كرمال ابني، خفت أخسر ابني. شو هالحكي؟ وليش هو ما طلقك؟ هاتي اقنعيني ليش؟ هلا أنت شايف هذا الوقت وهذا المكان مناسبين لهذا الحكي، ولك أنا ابني عم يموت عم يموت. الفريق الطبي شو خبركم؟ لك احكوا شي حاجة تطلعوا ببعض. شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نحكي وشو بدنا نقول؟ ما في شيء جديد، الوضع مثل ما هو وانت بتعرفيه. يعني مدام مع الأسف التشخيص اللي نحن بنعرفه هو اختلال بوظائف القلب وعدم انتظام نبضه، يعني الوضع حرج وأي دواء أو علاج هو حل مؤقت مو أكثر. عماد رح نضل عم نتفرج هيك على ابننا وهو عم يموت؟ ولك ليش ساكت؟ احكي. ساكت لانه مو طالع بايدي شيء، لاني حاسس حالي عاجز. ساكت لانه حضرتك من لما طلعتي برات البلد ما عاد حسيتوا انه في عندك ابن وتركتينا لحالنا. مدام الحل هو بزراعة قلب بديل، وهذا الحكي له شروطه. لازم المتبرع يكون متوفي حديثا والأنسجة متطابقة،
شو يعني هاد؟ شو يعني اللي عم تحكوا؟ وكأنكم عم تقولوا لي ما في حل؟ بدنا نترك آدم يموت؟ خلصنا بقى. هاي الكلمة ما بدي اسمعها من حدا إذا بتريدي. تفضلي معي. لوين؟ بدنا نروح كذا مشوار أنا وياك على كذا مشوار. ليش بدنا نروح؟ بدنا نعجل بمسألة إيجاد متبرع. طيب نراسلهم هون من المشفى؟ بعرف يا دكتورة بعرف، بس كمان إذا رحت شفت بعض الأطباء من زملائنا ممكن نقدر نحرك الموضوع بشكل أسرع، وأكيد أنا معتمد عليك بمسألة المراسلة ومعتمد عليك بمراقبة وضعه إذا بتريدي. طيب تفضلي. مرحبا. أهلا أستاذ شاهد، ليش ما اتصلت فيني قبل؟ مثل ما شايف مستعجلين وطالعين. لا معلش، هن كلمتين بقولهم على السريع وبمشي. كلمتين شو؟ لا مستعجلين.